حظ وطاقة برج الدلو. نبدأ بسم الله والصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. برج الدلو، عندك سوء فهم وزعل من شخص معين أحزنك. أرى أن علاقتك العاطفية فيها مشاكل كبيرة جدا يا برج الدلو. البعض من مواليد برج الدلو تعرف على شخص جديد، لكن للأسف العلاقة دي سرية ومش قادر تحكي عنها يا برج الدلو. برج الدلو، عندك مشاكل مع الشريك العاطفي. المشاكل دي ان شاء الله هتعدي وهتشعر بالارتياح والسعادة من بعدها. في شخص انت بترتاح له يا برج الدلو وبتحكي له عن كل حاجة في حياتك. حاول تداري حياتك اكتر من كده، بلاش كل حاجة تحكيها يا برج الدلو. برج الدلو، عندك طاقة امان وارتياح من بعد تعب ومشاكل وحزن كبير جدا. في شخص بيقتحم حياتك وبيحاول يعرف اسرارك، والشخص ده عامل لك قلق وتفكير كبير جدا يا برج الدلو، والله اعلى واعلم. انا شايفه ان الشريك صريح وواضح معاك، لكن في طرف ثالث هو اللي بيبعده عنك يا برج الدلو. الطرف الثالث ده هينسحب بعد فتره. علاقتك هتكتمل بعد انسحاب الطرف الثالث باذن الله، والله اعلى واعلم. البعض من مواليد برج الدلو عندهم علاقه ثلاثيه، ان شاء الله العلاقة دي هتكتمل بعد فترة. للمتزوجين، ارى ان بعض المتزوجين من مواليد برج الدلو بينك وبين الزوج والزوجة بعض التدخلات. في 3 اشخاص في حياتكم بيتدخلوا في حياتكم بشكل كبير يا برج الدلو، وهم سبب في المشاكل والبعد اللي بينك وبين شريكك. برج الدلو، احذر، في شخص مكار في حياتك. الشخص ده طماع جدا، بيحاول يستغلك. برج الدلو، احذر من الشخص ده. الشخص ده بيبدأ اسمه من بعض الحروف، الألف والباء والحاء والهاء والجيم والدال، والله أعلى وأعلم. الشخص ده مكار وطماع جدا، فاحذر منه يا برج الدلو. البعض من مواليد برج الدلو عنده أوراق حكومية شغلة تفكيره الفترة دي جدا، بيحاول يخلصها، وإن شاء الله تخلص على خير بإذن الله. وعندك مفتاح لحلول كل مشاكلك برج الدلو، عندك كلمة مفتاح، ده دليل على إن في حلول جاية في الطريق إليك لكل المشاكل اللي بتواجهك بإذن الله، والله أعلى وأعلم. برج الدلو، عندك طاقة بلوكات. شخص أنت بتراقبه أو هو بيراقبك، لكن في وجود بلوك بينك وبينه. العلاقة دي ممكن تكون مع برج ترابي. البرج ده تعبك جدا، ممكن يكون من برج العذراء والجدي، والله أعلى وأعلم. والبعض من مواليد برج الدلو عنده خلافات مع أبراج نارية. برج الدلو، عندك طاقة دعم ومساندة من شخص عنده منصب بإذن الله. الفترة اللي جاية الشخص ده هيقف جنبك وهيدعمك، والله أعلى وأعلم. هيحللك بعض المشاكل وبعض الأوراق المتعلقة اللي بتحاول تخلصها يا برج الدلو. برج الدلو أو البعض من مواليد برج الدلو تعرض لانتقادات كتيرة جدا في الفترة الماضية، وفي شخص بيحاول يأذيك بالكلام يا برج الدلو. ما تحاولش تديله تفكيرك أو تفكر في كلامه، خلي عندك لا مبالاة للشخصية دي وابعد عنها يا برج الدلو. برج الدلو، ما تنتبهش لأي انتقادات بتتوجه لك وخليك ماشي في طريقك. عندك مواجهات حادة خصوصا في مجال العمل لبرج الدلو. شخصيات بتحاول تتصيد ليك الأخطاء وتوقعك في المشاكل وتستفزك يا برج الدلو، لكن حاول تتمسك بهدوءك وما تنسقش أمام انفعالاتك، وحاول تمسك نفسك، لأن الأشخاص دي فعلا عايزة تخرجك عن شعورك. برج الدلو، ان شاء الله هتتحرر من طاقات سلبية مأيداك الفترة اللي فاتت. عندك طاقة تقييد وخنقة وطاقة سلبية مأيداك، لكن ان شاء الله عندك تحرر كبير جدا منها. في سحر لبعض من مواليد برج الدلو بسبب الإنجاب، لكن ان شاء الله هتقدر تتخلص من السحر ده، والله أعلى وأعلم. عندك مواجهات حادة مع شخصية مقربة إليك، انت هتواجهه بالحقائق اللي اكتشفتها، وان شاء الله هيرجع الجو يصفى بينكم تاني يا برج الدلو، والله أعلى وأعلم.
البعض من مواليد برج الدلو عنده مشاكل مالية غير مستقرة. انت افرطت في الانفاق بشكل كبير لدرجة الافلاس يا برج الدلو الفترة اللي فاتت، وعندك طاقة ندم وزعلان على كمية الانفاق اللي انت صرفتها. لكن عليك الحذر على التغلب على هذه الأزمة. بإذن الله تقدر تعديها وتتغلب عليها. انت صرفت بدون وعي في رحلة معينة أو بسبب حاجة معينة، وبعد كده فقت لنفسك وركزت ازاي أنا صرفت كل الفلوس دي، وعندك طاقة ندم يا برج الدلو، لكن إن شاء الله تقدر تعدي الأزمة دي بسلام. نصايح الأبراج لبرج الدلو: عليك الاسترخاء والقيام برحلة تبعدك عن الأزمة اللي انت فيها، الأزمة النفسية، الأزمة المالية. مش لازم تصرف فيها كتير، لكن هتحاول تخرج من الحالة النفسية اللي انت بتواجهها، وبطل تفكير في الماضي يا برج الدلو. التفكير في الماضي والبحث عنه مش هيجيب لك غير وجع القلب، فحاول تبعد عنه وتنساه على قد ما تقدر، واللي كاتبه ربنا هيكون بإذن الله، والله أعلى وأعلم. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك يا برج الدلو، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.